محمد شاكر أو شاكر محظور دلوقتي. للأسف أنا زعلانة على الوضع اللي هو فيه حاليا. ليه؟ لأنه كان رائد، يعني اتعلم تعليم كويس، بس معرفش ايه الأسباب اللي أدت لكده. بس هو انفصل من شغله وبدأ يعمل فيديوز على تيك توك اتقبض عليه في كافيه بالقاهرة وهو بيعمل لايف بتهمة ان فيديوهاته فيها غدش حياء وإساءة للآداب العامة وإفساد الذوق العام. بس المشكلة مش كمان كده، ولا انه هيعلم الأطفال انهم يبقوا جيل مش هيعرف يعمل حاجة غير فيديوهات. المشكلة ان الموضوع اكبر من كده. الموضوع مش بس لايف وداعمين ليه، ده الظاهر، لكن الهدف من ورا اللايفات دي ناس بتغسل اموالها عن طريق طبعا الدعم. عارفين يعني ايه غسيل اموال؟ اللي مش عارف يعني ايه غسيل اموال، يعني ناس شغالة في اعمال غير مشروعة زي تجارة المخدرات والاسلحة، بيكسبوا فلوس. فعلشان الدولة ما تقولهمش وما تحاسبهمش وتقولهم من اين لك هذا، بيبعتوها لناس زي شاكر وسوزي وغيرهم. وطبعا هم بياخدوا نسبة على كده، يعني الموضوع مش موضوع فيديوز ولايفات وبيوصل لهم دعم وخلاص كده. الموضوع أكبر من كده. 24 ساعة سلوكيات خاطئة ضد قيم وأخلاق المجتمع. النهاردة زيرو، مفيش. الردع خافت الناس. امبارح كنا 60%، بالليل كنا 75%، النهاردة 100%. مفيش محتوى سيء صدر من حد النهاردة. كان يعني في محتوى سيء كده صدر، الناس خافت طبعا. في محتوى سيء صدر بعد ما تم القبض على 4 بعد ساعتين من صدور هذا المحتوى. اللي صدق ده طلع بتحدي شديد يعني ويقول انا ده اللي اسمه شاكر ده باين ولا اسمه ايه؟ اسمه شاكر. شاكر. يعني اتكلم كلام غير قانوني بالمره. اشوف مامتك يا شاكر ان شاء الله تنزلي مصر واعزمكم على الغدا عندي ان شاء الله. ضروري يا واد. حاضر يا حماتي. اسمعوا كلكم ما تزعلوش من كلمه واد. انا بعتبر شاكر واحد من ولاد الصحيح، يعني رغم اني ما شفتوش، بس يعني قلبه طيب وابتسامته يعني بوشه اللي في قلبي بيوصل للقلب على طول. انا فاهمه. حبيبي حبيبه قلبي. ايوه يا واد. ماشي خلاص عرفت الطريقه. اسال السوشيال ميديا انت يا شاكر. اتغيرت يا حماتي يا قمر. ايوه اتغيرت. ماشي خلاص انا عرفت الطريقه. على فكره انا من اول يوم كده مع الله يخليك. دي ليا ولا دي للعو؟ لا دي ليك. دي ليك حبيبي. واللي انت لابساه في دماغك ده بوكسر كوتونيل؟ ايه اللي انت لابساه في دماغك ده كوتونيل؟ بوكسر يا شاكر. ده ايه؟ خلينا اشيل منك. لا والله يا بنتي تشيلي مني ايه؟ ما كوتونيل اهو مكتوب. لا مش بوكسر اصلا، دي ايس كيب. فهمت. يعني انت ازاي تشوف ده بوكسر؟ معايا منه لونين تانيين، الرمادي والاسود. لا يعني ده اللي واكل الجو يعني. في القاهرة مش هتشتري من البضاعة، ربنا عيب. ماشي، بس انت اكيد البضاعة بتاعتك حريمي صح؟ حريمي؟ انت شايف من اولها ايه؟ شايف طبعا، ما انا خمنت وانت قلت لي غلط، بس انا فاهم. دخلوا ازاي يا شاكر؟ انا دخلوني خدوا عليه. ما تقولوش ان احنا قلنا حاجة. ها انت دخلته؟ والله ما عملت حاجة. تعالي سلمي عليا. تعالي سلمي اهي. اعدي. لا 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 كده. لا ماشي والنبي بالله عليك. لا هاي. شوفي ايه بس انت منين؟ اهلا وسهلا. كيفك الاخبار؟ الحمد لله. كيفك؟ منين منين؟ وطبعا ده مش كلام من عندي، ده بوست من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. اطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي
واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية. هذا وقد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، وطبعا هنا يقصدوا سوزي الأردنية. ودي بلوجر منزلة بوست بتقول طبعا اشتغلت في غسيل الأموال وهي مش فاهمة ايه اللي بيحصل، هما بيرمولها أسد ولا حوت ولا أي حاجة في اللايف وتاخد منها نسبة وخلاص. هي فرحانة بالنسبة بس هي مش فاهمة ان باقي الفلوس بتوصل لأصحابها مغسولة. يعني ممكن يا جماعة تكون مثلا سوزي مش فاهمة، لكن أكيد في ناس بيطلعوا على تيك توك أكيد هما فاهمين. ولو وصلت معايا للدقيقة دي من الفيديو أتمنى منك لايك وكومنت برأيك وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.